السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يجعل ايامكم كلها سعادة، اللهم امين. النهاردة بإذن الله هنحضر مع بعض السمنة الفلاحي الجميلة. هنعملها من السمنة النباتي، طعم وترميرة فلاحي فلاحي يعني. إيه طبعا هنحضرها بقى علشان حلويات رمضان. إيه البسبوسة والكنافة والحاجات الحلوة بتاعت رمضان دي لازم يبقى فيها السمنة. فعشان كده هنعمل مع بعض السمنة الفلاحي بطريقة بسيطة خالص، وكمان علشان شغل العيد بإذن الله. أنا معايا هنا حلة كبيرة على النار، هنبدأ نفضي عليها السمنة النباتي اللي أنا مستخدماها. ايه افضل نوع ممكن ان انت تستخدميه؟ إيه، روابي وكريستال. النوعين دولت حلوين قوي. انا مستخدمه البيضه، ايا كان البيضه او الصفراء، النوعين دولت حلوين ان انت تحوليهم لسمنه فلاحي. إيه، بنبدا الاول ان انا انزل بيهم اول حاجه لحد لما يسيحوا تماما، وبعد كده بنزل بالزبده الفلاحي. بالنسبة للكمية دي حاجة ترجع لك بقى، نسبة وتناسب دي على حسب مقدرتك. أنا هنا كنت مستخدمة حوالي 4 كيلو أو 4.5 من السمنة النباتي، ومستخدمة 2.5 زبدة فلاحي. تمام، زي ما قلتلك ده حاجة ترجع لك انت. المهم بعد ما بتنزليهم كده بتنزلي الزبدة الفلاحي، ببدأ أقلب فيها لحد لما تبدأ ان هي تغلي معايا وتطلع معايا الرغاوي دي. اول ما تغلي كده ببدأ ان انا اوطي النار خالص، بهديها تماما علشان خاطر ما تفرش معايا على البوتاجاز. طب ايه هي الرغاوي البيضة اللي ظاهرة معايا دي؟ ده بيبقى الخض بتاع الزبدة، طبيعي خالص، ما تقلقيش منه، كل ده هيروح واحدة واحدة مع التسوية. طبعا كمية الخض لو كبيرة جدا ده بيرجع للزبدة ان هي ما تشالش منها، ما تصفتش كويس من الخض بتاعها والمية بتاعتها. بس ما فيش اي مشكلة. بصوا، بيبدأ ان هو يقل. طبعا ايدي ما تتشالش من الزبدة، من وقت للتاني لازم اقلب فيها على نار هادية. كل مدى هتحسي ان الزبدة بتبدأ ان هي تبان معاكي. شايفين هنا برضو اهو الخط بدأ ان هو يقل شوية، بعد كده هيبدأ ينزل تحت ويعمل معايا المرتة. بس لسه السمنة بتاعتي لسه، بصوا، تحس ان هي لسه فيها لبن. ده كده لسه. هنبدأ من وقت للتاني زي ما قلنا، فضي نفسك تماما وانتي بتسيحي الزبدة علشان خاطر ما تاخدش منك لون وتتحرق معاكي. في الوقت ده بضيف معلقة من الملح. في الوقت ده بقى هنبدأ نقلب كويس جدا علشان خاطر الملح ما يتحرقش معايا تحت. إيه طبعا لسه برضو الزبدة بتاعتي لسه ما استوتش، لازم نسويها كويس جدا. إيه لسه شايفين في لبن فيها اهو، لازم تستوى كويس جدا علشان خاطر إيه نقدر ان احنا نحفظها مدة طويلة معانا. تمام. طيب انا دلوقتي ما عنديش زبده ومش مقدرت ان انا اجيب زبده. لو انت بتحوشي وش اللبن تقدري ان انت تطلعي منه الزبده وتضيفيها على اي كميه سمنه نباتي، بجد بتفرق جدا طبعا لشغل العيد وبرده للحلويات بتاعه رمضان. جميله قوي بجد. بصوا، ولا كأننا حاطه عليها سمنه نباتي والله يا بنات. في الوقت ده شم ريحتها سمنه فلاحي فلاحي، جميله جدا. فانا عملت كميه كبيره بكميه بسيطه من الزبده الفلاحي، طلعت معايا كميه كبيره سمنه تعمل معايا شغل العيد، وهعمل منها حلويات رمضان جميله قوي بسمنه فلاحي. طبعا في الظروف اللي احنا فيها دي في كتير قوي ما يقدرش ان هو يشتري الزبده الفلاحي، فدي طريقه سهله ان انت تعملي بيها السمنه الفلاحي. تمام. طبعا هنا كانت خلاص بردت معايا. في الوقت ده هبدأ ان انا اعبيها. افضل حاجة ان انت تحفظي فيها السمنة طبعا هو الازاز، ابعدي تماما عن البلاستيك لانه بيغير من ريحة السمنة. انا ما عندي هنا برطمانات ازاز هنبدأ ان انا اعبي فيها، وطبعا عشان الكمية كبيرة فما عنديش برطمانات تقضي. مسكت كده العلب بتاعة السمنة وغسلتها كويس ونشفتها على البوتاجاز، وهنبدأ برضو ان انا اعبي بيها السمنة، ان انا استفاد منها احسن ما ارميها. طعم بقى السمنة ولا ريحتها تحفة تحفة تحفة. عايزاكم تجربوا الطريقة دي، جميلة قوي. هاتي اي كمية انت عايزاها، وزي ما قلت لكم استخدمي روابي او كريستال، الاتنين حلوين. ابعدي عن جنة.
جنة حلوة، وانا دايما بستخدمها بصراحة على طول في وصفات العيد لوحدها. بس لو هتخلطيها جنة علشان خاطر ريحتها نفاذة قوي، فهتغطي على ريحة السمنة البلدي. تمام كده. وبكده نكون خلصنا بقى الفيديو بتاعنا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وكل سنة وانتم طيبين، ورمضان كريم عليكم، اللهم امين يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.